اكتر مفصل في جسمك بيستحمل الضغط هو مفصل الركبه، لكن تعرف ان 60 ل 70% من الام الركبه مش سببها الركبه نفسها؟ هقول لك ايه. الالم يا صديقي بينقسم لثلاث مستويات: اصابات حاده وده بيكون قطع في الرباط الصليبي او في الغضروف الهلالي وده بيكون سببه اصابه او خبطه شديده او حركه مفاجئه شديده. اصابات مزمنه زي خشونه في مفصل الركبه او التهابات في الاوتار وبتزيد مع الضغط عليها، وده اتكلمنا عليها في فيديو انواع الالتهابات. الام وظيفيه ودي بتحصل لما العضلات اللي حوالين مفصل الركبه بتضعف وتسيب المفصل كله يشتغل ويشيل الحمل كله لوحده. المشكله هنا يا صديقي ان مفصل الركبه هو الضحيه مش الجاني. ضعف عضلات الفخذ الاماميه تخلي المفصل مش ثابت، ضعف في عضله الجلود او المؤخره تخلي المفصل يخش لجوه، حتى تيبس وعدم مرونه مفصل الكاحل تسبب الم في الركبه. يعني يا صديقي باختصار كده ممكن المشكله تبتدي من الحوض او من مفصل الكاحل وتوصل للركبه. طب ايه يا كينج الكلام ده بقى؟ انا هقول لك تعمل ايه، ما تخافش. تمرين زي السكوات بوزن جسمك او بوزن عادي او باستك يقوي عضله الفخذ الاماميه، وهنا ممكن نختار تمرين زي الجلو بريدج او كيك باك عشان تقوي عضلات المؤخره وتشدها. ما تنساش طبعا اطالات العضلات الخلفيه من الفخذ والسمانه والكاحل عشان المفصل كده ياخد حريته. من الاخر كده الركبه هي الملك في الجسم، زي كده الملك في المجال بتاعك. صف النيه وما تنسانيش في كومنت تدعمني فيه. لو اتعلمت مني حاجه، كان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والماني في رياضه الكيك بوكسنج. سلام عليكم.